من فترة كده كنت جيت وقلت لك في مشكلة في الشغل، مشكلة ساطل كده تبان انها مش باينة من على وش القدرة تحت لتحت، في الحدود بين الستات والرجالة تحديدا. الحدود المسموح بيها علشان ما توصلش لمرحلة التحرش، بعيدا عن الديفينيشن بتاع التحرش. يعني انا ساعتها قلت لك انا هتكلم شويه بس عشان اقول ايه اللي حصل، يعني بس ان في بعض الكلام اللي بيتنطور في المكتب واحنا قاعدين كبنات كستات متجوزين مش متجوزين ريجاردلس، بس الكلام اللي بيتنطور فيه مسحه سكشوال. وانا على فكره بتكلم في ده سواء في مصر او في غير مصر، يعني حتى بالكالتشرز المختلفه، ملوش علاقه ان احنا مسلمين مسيحيين وات ايفر، بس والكلام ده مش مقبول، يعني هو مش اوكي وبيخلينا نحس ان احنا مش مرتاحين. صح. بس ما تقدريش تمسكيه على حد تقولي انت بتعتدي عليا. قولي لي انت الريفلكشن بتاعك على الموضوع ده ايه مبدئيا من غير تفاصيل؟ لو سيبنا كلمة تحرش على ايامي كان اسمها معاكسة يعني، بس الإهانة السمعية التي لا تحترم الثقافة لما تتعامل معايا على اني ما فرقش، وان الكلام سيكشوالي اللي من تحت لتحت ده يا اما استحقه يا اما انت ضامن اللي انا هتكسف يا اما انه ده العادي بتاعي، التلاتة انت بتهني. اذا انت هنا يا ندى بتتكلمي على مفهوم الاهانة. طبعا ما الثقافة قالت لنا ان لما الراجل يهزر سيكشوالي بنكت بقى انه يحكي على مراته، مش معاكي دايركتلي، لا انا بتكلم نكت، انه انا مش فارقه، انا كزميله في العمل مش فارقه. هل ده ممكن يبقى اسمه نوع من انواع الاثاره المؤذيه لمشاعري وافكاري وللاريا بتاعتي؟ انا ليه انت مش حاططني في حساباتك؟ انت ليه بتتكلم على مشاع كلام انا ما سالتكش عليه اصلا؟ لان اللي انت بتقوليه هنا ان الثقافه الذكوريه في العالم مش هنا ان انا اعمل اللي انا عايزه واحط رجلي في وش اللي انا عايزه. مش عاجبك امشي. لا يا راجل، طب ما تمشي انت. بعدين بيتقال لك ايه بقى في المقابل؟ هقول لك طب ما احنا طول عمرنا كده، مفيش حد بيشتكي غيركم. فانت شايفه انه الجيل بتاعي انا اعتبر يعني ميلانيال غلبان الجيل بتاعي وخصوصا الصغيرين كمان الاصغر مني، احنا بنتكلم مثلا اللي هم 22 28 الناس اللي قدامها لسه مستقبل دي ابتدينا نفهم اكتر قد ايه ده مش appropriate، يعني اللي هو مش حد بيمسكك او بيعمل لك حاجه واضحه تقدري تروحي تعملي له محضر في الاسم. بس احنا ليه بقى الاصغر عنده انسايت اكتر على ان ده مش appropriate؟ عشان انت بتقلك طب ما ده بيحصل طول عمره محدش بيشتكي. لا هو مين بيقول لك الكلام ده؟ الستات الكبار اللي هم اخدوا انهم ياخدوا على دماغهم عشان الراجل صح. وده ليه علاقه باللي احنا اتكلمنا فيه على الازمه اللي هو صعوبه الجواز دلوقتي، ان البنت اللي انها بقت حاسه ان ليها حقوق وما تتخطاش حدودك معايا وانت مالكش عندي حاجه الا الاحترام والتقدير. الجزء الانساني اللي بقى صولد ده هو السبب في اني خلاني ما اقبلش الاهانه او ما اقبلش التدخل في خصوصيتي. ده انت لو حاطه مج على المكتب وحد جه اخده منك هتقولي له استاذني. تصوري لما يدخل في ثقافه او كلام يأذيكي. ده عموما بره الحدود بتاعه هو ده اكل العيش. والحقيقه ده في مشكلته ان بيئه العمل ما بتبقاش ليها قواعد وقوانين. يعني انا شايفه لو حصل حاجه زي كده في اي مكتب يتعمل ميتنج مع المدير مع الاتش ار ويتقال بشكل دايركت فلان الفلاني بالاسم. الحاجات بتاعت اللف والدوران بتاعت المصريين دي انا ما بفهمهاش. طبعا بره بيدخلوا في قضايا فندخل فلان بيعمل 1 2 3 مقبول ولا مش مقبول؟ يا اما يدوله نوتس مش مهم ملحوظه ان ده ما يتكررش. لو اتكرر مش هسيب الشغل بس كمان
هقدر اقول له انا هعمل لك محضر، هروح النيابه، انا هعلي كده يا كريمه. هي الناس ما بتخافش غير بلقوه منها. ايوه بس انت لو رحتي عملتي محضر وقلتي الراجل ده بيتكلم كلام مش مناسب واحنا قاعدين في الشغل، ما حدش هيقول، كان الناس هتضحك عليكي. لا ابدا ابدا. دلوقتي ده حاجه اسمها العنف ضد المراه، وانا شايفه ان كل البنات في مصر ده عنف لفظي بس، مش الله عنف عنف. يعني ايه بس فيزيكال. الله. انا قصدي ان القانون مش بيعتبر لا 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 ابدا، بدليل ان دلوقتي بقى في عنف اونلاين. اما المباحث الانترنت دي جايه ليه؟ اللي بيعرض صور واللي بيعرض كلام واللي بيدخل في الموبايل يعمل هاك. لا يا جماعه دافعوا عن نفسكم. بقى في قوانين. الاول ما كانش فيه، يعني اللي بتقولك ما احنا كنا كده، ما كانش فيه ليميتس. لكن انت النهارده لا، الدوله بتحميكي. الدولة بتقولك اللي يتحرش بيكي لفظيا، وخصوصا ان في محضر الاجتماع اللي انتوا عملتوه قلتوا ان فلان بيعمل كده، هتقولي انا هصعد لكده. يعني اللي انا عايزه يعني اقوله الموضوع ليه مراحل. بالظبط كده بالظبط كده. اللي انا بقوله لو حد تحرش بيا لفظيا وضيق عليا مشاعري وخلاني اكره اللي انا اجي الشغل، لا، ابتدي اواجه واتعامل واقول ان ده مش مسموح، احدد الحدود. طيب سؤال مكمل لموضوع الحدود بتاعت الشغل دي. ليه الستات الصغيرة اللي هو برضه احنا بنقول من 22 اول ما بنتخرج، يعني اول ما بنتخرج لحد وقت حبة حلوين مثلا لحد 40 سنة او حاجة، احنا بنحس، وخصوصا لو انت في شغلانه معظمها رجال يعني predominantly، يعني لو انت مثلا قاضي او وكيل نيابه او whoever، ليه بنحس انه احنا بيتم التعامل معانا ان احنا شفافين؟ يعني كلام، يعني انت لو قلتي نفس الكلمه للعامل او مثلا شغلانتي، اوكي، لو انت قلتي نفس الكلمه للمقاول وقدامك واحد في نفس سنك في نفس البوزيشن بتاعك في كل حاجه، راجل قال نفس الكلمه، كلمته هو بتمشي، كلمتك انت لا. كمان بيحصل بين اكتر، عايز اقول لك بقى، المهندسين الكبار، يعني لو انت العمال او المقاولين او هو ايفر، ممكن يحترموا الست المهندس اكتر من الراجل المهندس اللي في شركه ثانيه مثلا بيتعامل معاكي او انتوا في اجتماع او وات ايفر. ليه بيتعاملوا معانا ان احنا شفافين؟ شوفي هقول لك على حاجه، ما فيش حاجه اسمها ليه ما بيحترمكيش. طيب استكمالا للحدود في العمل، ليه الناس اللي هي مثلا هنقول الستات اللي بتشتغل في الشغلانات اللي هي معظمها رجاله على الاقل 60% يعني ما كانش اكتر، سواء قاضيه مهندسه ايا كان، بيتم التعامل معاها على ان هي شفافه؟ شفافه بمعنى انه انا مش واخدك على محمل الجد، انا ممكن اناديكي باسمك، بس لو في مهندس تاني في المكتب هقول له باشمهندس فلان فلان. انا لو انت اديتيني اوردر انا هتعامل معاه انه يعني مش لازم اعمله، بس لو هو اداهوني هعمله، هميك شور ان انا اعمله. المقاولين وخصوصا المهندسين اللي بيشتغلوا معاكي في نفس المكان، المهندسين اللي بيشتغلوا معاكي في مثلا ديبارتمنتس بارلل ليكي او مكاتب بارلل ليكي، ما بتعاملوش معاكي بنفس الجديه على ان كلامك بجد او ان انت الكلام اللي انت بتقوليه ده لازم يتنفذ او زي لو مهندس في مكاني في نفس البوزيشن بتاعي في نفس سني في نفس كل حاجه. هو الحقيقه المشكله عندك انت، لان جديه التعامل معاكي ده قرارك، ملوش علاقه بالميل والفيميل، افكاره مش بتاعتنا. ان شاء الله يا رب يكون اللي بيعاملك روبوت، طريقته مش عاجباكي قولي له من فضلك اعمل كذا، وتبقى في اي كونتاكت، ويبقى في من فضلك انا قلت. وقبل ما تتعاملي مع اي حد، وانا بقوله لكل الناس على فكره رجاله وستات، اتعاملوا مع بعض بوثائق بايميل، بكره البلان كذا، هتقولي لي في الموقع هتطلع حاجات معينه ما اعرفهاش كويس، بعد ما تخلصي بتبعتي الايميل تاني حصل 1 2 3 4. حكايه التعامل بالحب والمش ده كلام راشونال، كلام مش حقيقي. فما حدش ولا عامل ولا مهندس ولا يعني ما اقدرش اجي جنب القضاه لان هم الحقيقه حدودهم هايله، انا عارفاهم كويس، يعني عارفين بيتعاملوا ازاي لانهم عارفين القوانين. هو ده بقى التعامل في الشغل بقواعد وقوانين يا ندى،
ولو حد فوت معايا انا ما اقولش انت بتعاملني على اني شفافه، ما حدش يقدر يقول على حد انه شفاف الا لو هو سمح. اعمل ايه بقى يا كريمه؟ تقولي له من فضلك انا قلت لك، هترد عليا؟ لا، اوكي يا فندم شكرا، هبعت لحضرتك ايميل. مره على مره مش هياخدك فور جرانتد، مش هيضمنك. هي الناس بتكرر التجاهل ده ليه؟ او بتكرر لان انت فوتي مره واثنين وثلاثه وعماله تدوري على رضاهم وانت مفيش. لما تفرقي مع نفسك بالنون فيربال من غير ما تتكلمي هتفرقي مع الناس. فالشكوى هنا الحقيقه مش في موضعها، لا، الشكوى هنا من نفسك، انت اللي ما حطيتيش القواعد. وعلى فكره مش لازم لما نحط القواعد نبقى مكشرين ابدا، بود وبحدود وبحزم. ازاي تعملي الكومبرومايز ده بتاع ان انت مش متعصبه او مش بتتخانقي، بس في نفس الوقت يبان قد ايه انت جد وقاصده اللي انت بتقوليه، لما تبقي اونست، لما تبقي حقيقيه تقولي انا لا اقبل، انا اقبل، لان انت من جواكي فعلا مش قابله ده. ما نجاملش حد على حساب نفسنا. اول حد عايزه تجامليه او تطبطبي عليه انت، ما احنا قلنا قبل كده الاقربون اولى بالمعروف وما فيش اقرب منك. يعني احنا اللي بنخلي الناس تتجاوز الحدود او لا تتجاوز الحدود. هل ده فيه مكسب وخساره؟ ايوه طبعا، لان ساعات في ناس بتبقى اجريسيف لدرجه انا همشي اللي في دماغي. لو انا محتاج فلوس عشان اكل بيها هقعد معاه لفتره وادور على شغلانه تانية، وانت دايما تقولي لي انا مش شجره. وبالتالي نشوف البدايل يا جماعه، الدنيا واسعه واسعه. ماشي، انا حاسه انه شكرا جدا على الانسايت. اتمنى انه يتبعت لنا اسئله. اوكي، بالعكس، اسئله او مواقف اتعرضتوا لها في الشغل علشان دكتوره كريمه ترد عليها، لو احنا عايزين نبقى سبيسيفيك كده كمان علشان نشوف ازاي ممكن نطبق اللي انت بتقوليه على الظروف، زي الموقف اللي انا حكيته لك كده بالظبط. قولوا لنا ايه المواقف اللي انتوا تعرضتوا لها ونقعد ناخد وندي مع بعض فيها. انا رايي تتقال مواقف وتتقال امكانياتي النفسيه. ما انا ممكن اقترح عليها حاجه تقولي لا انا ما اقدرش اعمل كده. يعني ممكن اقعد مع كلاينت مثلا فيقول لي انا موجوع من كذا، فاقول له طيب انت فكرت انت تحب تعمل لنفسك ايه؟ يقول لي لا ما انا رايح ازور صاحبي. طب هنا بالنون فيربال بيوصل لصاحبك ان هو اولويه وانت لا. فاللي انا بعرضه عليكي في الحلقه دي او اللي هقدر اساعد بيه الناس بناء على خبراتها وتجاربها، ان يبقى البيزك بتاعنا، القاعده بتاعتنا، انت اولويه. روق، حبها، اتصرف.